السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تابعوا معايا واحد الكيكة ظريفة خفيفة بمقادير بسيطة في متناول الجميع. نمشي معكم مع المقادير. هناك عندنا 8 البيضات صغارات، الا كانوا كبارات غديري 6. المهم غادي نذكر معكم المقادير واخا باقي ما باينينش. غنديروا 8 البيضات، غندير واحد الكاس ديال السنيده، وغادي نخلط الكل السنيده مع البيض حتى تنسجم مزيان. بالنسبه للمقادير غادي نقولهم دابا. كنحتاجو 8 البيضات صغارات، الا كانوا كبارات 6. كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، خماره ديال الحلوى ديال 15 غرام، وواحد ساشي ديال فاني، خنيشه ديال فاني، سكر فاني. كنحتاجو المهم غادي ندير فيها شي حبيبات ديال الشوكولاط، وغادي نحتاجو الدقيق صافي. هادشي اللي فيها. انا زدت سكر فاني، غادي نزيد سكر فاني. هاد الخميره هادي غنخليها من بعد. هذا كاس ديال الزيت، زيت المائده، كاس ديال العنبه. بعد ما خلطتهم كاملين مزيان غادي نزيد الدقيق. المهم غادي على حساب سميتو غادي نخليها مرخوفه شويه. غادي نزيد واحد الملعقه كبيره ديال العسل، تقريبا ملعقه كبيره ديال العسل. وغادي نزيد الدقيق فورس، الدقيق الابيض. المهم هذه المغرفه الاولى، المغرفه الكبيره. المغرفه الثانيه غادي نخلط، وغادي ندير الخميره ديال الحلوى. المهم هنايا احتاجيت ل3 المغارف الكبارين ديال الدقيق. تقريبا درت 3 المغارف. دابا هادو 2، وغادي نزيد الثالث من بعد. غادي ندير دابا الخميره ديال الحلوى، غادي نغربلها. ضروري نغربلها باش تحيد من هذوك الحبيبات، تكونوا فيها حبيبات. هانتوما غادي تشوفوا معايا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. المهم انا زدت هذيك المغرفه ديال الدقيق 3 اللي هزت ليا فهاد 8 البيضات صغارات. كتجي ما كتجي قاصحه، ما كتجيش مرخوفه بزاف، كتجي عاقده. عندنا واحد المول ديال المسكوته دهنتو غير بالزبده. غنديرها في هاد المول هذا ديال الزبده ديال المسكوته ديال الكيكه، دهنتو غير بالزبده. عندنا هاد الحبيبات ديال الشوكولا غنزوقو بهم شويه من الفوق بحال هكا. نزوقو بهم هاد الكيكه هادي، وغادي ندخلوها للفران. الا كان عندك فران ما عندوش سميتو عنده تيشعل غير من الفوق ومن التحت، ما تدخلي الكيكه حتى
المهم ما تشعلي الفران حتى تبغي ديري الكيكه تدخليها الفران، عاد شعليه على درجه 180 وتشعليه من الفوق ومن التحت وتخليها حتى تطلع بحال هكا. فاش تطلع بحال هكا تطلع ليها الطياب من التحت، وغادي تقلبيها بشي عود ولا شي سميتو، شوفي الا طابت من الداخل. عاد ديك الساعه الا بغيتي تجهدي لها البوطه واحد شويه تجهدي لها باش طيب من الفوق مزيان. ولا كان عندك الفران كيشعل من التحت بوحدو غتشعلي ليها من التحت، ديك الساعه تكوني دايره الفران كيسخن. باش غادي تدخلي الكيكه غتشعلي الفران، غتدخلي الكيكه وغادي تنقصي ليه، تخلي درجه حراره هي 180. هذه الا كنتي غادي تبداي تشعلي الفران غير من التحت. اما الا كنتي غادي عندك الفران تيشعل من الفوق ومن التحت ما كيشعلش من التحت، كيشعل عنده بوطونه كتشعل غير من الفوق ومن التحت حتى تكملي الكيكه ديالك وتخشيها عاد شعلي الفران ديالها. المهم ها النتيجه، الكيكه جات زوينه رطبه من الداخل هشيشه، كيكه يوميه الا بغيتي دوزي بها اتاي. نسميها انا كيكه دوازاتاي. هنا ينتهي الفيديو، خليتكم على خير، مع السلامه، الى فيديو اخر ان شاء الله.